عشان تختار اللبس المناسب ليك لازم تعرف الأول شكل جسمك، وعلى أساسه هتحدد إيه هي الستايلات اللي بتمشي معاك. وعشان تبدأ في ده لازم تعرف عرض كتفك وبطنك ووسطك وتبدأ تقارنهم ببعض عشان تعرف نوع جسمك. فتعالى نتكلم شوية عن الأنواع دي مع بعض. أول نوع، لو بطنك أعرض من وسطك وكتفك أنت كده أو شيب، والستايلات اللي هتليق معاك البنطلونات الواسعة شوية من تحت زي البوي فريند أو الوايد ليج، وابعد عن الحاجات اللي بتشد العين للجزء العلوي من جسمك زي التيشيرتات اللي فيها طباعة كبيرة، وخليك في القمصان الريجولار فيت. وتاني نوع هو البير شيب او المثلث، وسطك بيبقى اعرض من بطنك وكتفك. عشان تعالج المشكله دي اختار تيشيرتات او قمصان تشد الانتباه للجزء العلوي من جسمك وتبين كتفك اكبر. وخليك في البنطلونات الستريت او المستقيمه، دي هتساعدك تعمل تناسق في شكل جسمك. وتالت شكل هو الاي، ان وسطك وبطنك وكتفك يبقوا قد بعض، وده اسهل شكل فيهم عشان اغلب المصممين بيعملوا التصميمات بتاعتهم على النوع ده من الاجسام. بس ابعد عن الستايلات الاوفر سايز والفضفاضه قوي عشان هتخلي شكل جسمك صغير وكانك واقع في الهدوم. وهنا بقى نوصل لاخر نوع، الفي شيب، وده يعتبر الشكل المثالي اللي كل الهدوم بتليق عليه بسهوله، وده موجود عند معظم الرياضيين. والحلو في الشكل ده ان اي حد ممكن يوصل له لو اتمرن شويه وعمل مجهود.